سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير في صحه جيده. في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض صوص لي زابا مع الارز. كما نعرفوا لي زابا تتماشى بزاف مع الارز، يجي طبق بزاف بنين اون بليس بريزونطابل. تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر، ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب، ونبداو على بركه الله. حطيت القدره تاعي، درت فيها شويه تاع زيت، اللي عندكم سمن ولا زبده يعني من الافضل تعوضوه بسمن ولا زبده. وضفت عليه كميه الارز تاعي. انا درت كاس تاع ارز، نتوما تحبوا تكبروا الكيله ولا تصغروها يعني على حساب افراد العائله تاعكم. انا ما كثرتش لانه مع لاصوص هذيك هي. وكيما قلت لكم الروز تاعكم يتغسل مليح عده مرات حتى يروح له كامل هذاك النشا اللي فيه. انا ما كانش عندي الوقت، سينو كنت نشمخو مالفا نخلي الروز تاعي يتشمخ يعني على الاقل نص ساعه. هكا باش يروح له كامل هذاك النشا اللي فيه، ويطيب لكم حبه على حبه، ومن بعد تعاودوا تبدلوا له الماء وتطيبوه. ومن بعد هنايا بعد ما قليته شويه بديت نضيف عليه التوابل. درت الملح، توابل الدجاج، الكركم والفلفل الاسود. هذا واش درت في التوابل. نتوما ديروا اي توابل يعني متعودينها، بهذه الطريقه راح يجيكم روعه. وهنايا خلطت مليح المكونات تاعي حتى دخلوا لي كامل هذوك التوابل في الارز، ومرقت نفس الكيله اللي كيلت بها الروز نكيل بها الماء. انا كيلت بالكاس، يعني ندير 2.5 كيسان تاع الماء. هنايا ضفت كاس تاع الماء، ومن بعد خلطت مليح الروز باش ما يلصقليش من تحت. يعني هذه الخطوه ضروريه، تخلطوا الروز تاعكم مليح باش ما يلصقلكمش من تحت في القدره. ومن بعد كملت باقي الكميه تاع الماء، نغطي عليه ونخليه على نار متوسطه. فوت ديريكتومون نخدم لاصوص تاعي. حطيت المقله، درت فيها شويه تاع زيت. بعد ما سخن لي هذاك الزيت حطيت فيه كميه تاع لي زابا اللي كنت غسلتها بيان بالملح والخل. خليتها تقلات مليح. كما تعرفوا انا نقلي كلش لانه هذه الخطوه تمد بنه للماكله تاعكم. قليتها بيان، ومن بعد ضفت عليها 2 فصوص تاع ثوم كبار. صراحه انا مانيش مالفه نخلط يعني الكنزه والقلب مع الكبده. مالفه نطيب الكنزه والقلب وحدهم ومن بعد نضيف عليهم الكبده. هذه المره لحت كلش مع بعضها. هنايا ضفت التوابل تاعي اللي هما فلفل اسود، فلفل عكري حلو، تقدروا تضيفوا الحار انا ما درتش، الملح والثوم بودره. ثوم بودره تقدروا تضيفوه كيما تقدروا تستغناو عليه، مي من الاحسن نضيفوه اللي كان عندها، راح يمد قو روعه لاصوص تاعكم. ضفت عليهم مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره. كما راكم تشوفوا هنا لي زابا طلقت الماء تاعها، مي هذاك الماء ما تسيحوش لانه البنه كامله راها فيه. ضفت عليهم الكزبر، خلطت مليح المكونات تاعي ونمرق بكاس ونص تاع الماء. اللي يحب لاصوص بزاف يمرق ب2 كيسان تاع الماء. انا صراحه نحبها ناشفه، ما نحبش فيها لاصوص بزاف، وكل واحد والقوت تاعو. كما قلت لكم مرقت بكاس ونص تاع الماء، خليتها على نار قليله. خليوها على نار قليله كامل، يعني نقصولها وخليوها باش تطيب في راحتها، ما تنشفش هذيك لاصوص وتبقى الكنزه تاعكم عاصيه. نعرف الكبده تطيب في ساعه، مي الكنزه راح تطول شويه، سي بوغ سا خليوها على نار قليله كامل. وهنايا الروز تاعي كان طاب ديجا، ما صورتوش سيغ بلاص مع طاب. ليسونسيال كيما راكم تشوفوا يطيب حبه على حبه، مالغري النوعيه تاعو هنا مش مليحه كامل. الا كان النوعيه تاعو مليحه راح يجيكم روعه. وهنايا بعد ما طابت لي لاصوص قدمت البلا تاعي بهذه الطريقه، يجي فريمون بريزونطابل بزاف بنين. جربوه البنات. اللي عجبها لا فيديو ما تنساش تشترك في القناه الا كانت ماشي مشتركه، تضغط على زر الاعجاب فضلا وليس امرا. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. وصلنا نهايه لا فيديو، ان شاء الله يكون عجبكم البنات. ما بقى عليا غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. تهلاو في رواحكم. سلام.